السلام عليكم متتبعات قناة ادم سعيد، مرحبا بكم، مرحبا بالمتتبعات الجداد ان شاء الله اللي نوروني في القناة. مرحبا بكم كاملين ان شاء الله. نتمنى ان القناة تنال الاعجاب ديالكم. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله، يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطولة العمر يا ربي وبكل ما كنتمناو. اليوم سلبية لطلبكم الشباكية من يد ديالي ان شاء الله، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الشباكية ديال اللوز يعني بمقادير مزيانه ان شاء الله، وحتى في البيع كتديروا ثمن اللي هو قليل. ما تحتاجوش بانكم يعني ديروا ثمن كثير. فهاد الشباكيه كتجي هائله، مذاق هائل باللوز، والثمن كتبيعوه بثمن شويه اللي هو قليل. هكا باش كديروا الكليان ان شاء الله. كنتمنى ان هاد الشباكيه تنال الاعجاب ديالكم. هنا بالنسبه للمقادير كما كتشوفوا غادي نستعمل مقادير كثيره، نتوما كل وحده تستعمل المقادير اللي بغات. عندي هنايا نصف كيلو ديال الزنجلان، عندي هنايا نصف كيلو ديال اللوز مطحون يكون النوعيه مزيانه، عندي 2 معالق ديال القرفه حتى هي وقفوا على العطار حتى يطحنها لكم كتجي مزيانه، وعندي 2 معالق ديال حبه حلاوه والنافع. وغادي نحتاج ليهم لهاد المقادير 4 كيلو ديال الطحين اولا الفورص. غادي نحتاج كذلك القرعه ديال الماورد، غادي نحتاج الخل، وعندي واحد القبصه ديال الخميره ديال العجين كذلك غادي نحتاجها. غادي نحتاج الزيت، اطرو لاروب ديال الزيت، وهنايا عندي 1 لتر ديال الماء منقوع فيه شويه ديال الزعفران وهنا غادي نحتاج كذلك لواحد النكهه ديال اللوز، نديرو فيه شويه نكهه اللوز والنكهه ديال المزهر. هذاك الماء كما قلت لكم منقوع فيه شويه ديال الزعفران المزيان. اللي ما عندهاش الزعفران يعني تقدر دير الخرقوم، تقدر تستعمله. كنخلط اول شيء المكونات مزيان بالكامل كما كتشوفوا، كنخلطهم كاملين باليد او بالماكينه او باي حاجه نتوما يعني غادي تخدموا بها. هنا قلت لكم اللي بغات تستعمل كميه ليها كميه ديال الكيلو تحاول انها تقسم المقادير. هنايا عندي 4 كيلو ديال الطحين. كنخلط مزيان المكونات، من بعد غادي نبدا باضافه باقي المكونات الاخرين. تقريبا هاد الشباكيه كتخرج لكم يعني كميه كثيره ان شاء الله. كنخلطوا حتى نتاكدوا باللي يعني الفورس تخلط لينا مع داك اللوز ومع الزنجلان ومع القرفه. هنا غادي ناخذ واحد 4 يطرو ديال مزهر، كنخويه اولا قريعه هكا ديال 10 دراهم، وكناخذ اطرو لاروب ديال الزيت كنديرو كذلك تقريبا 750 مليلتر ديال الزيت. هنا غادي نعاود ندير 2 معالق ديال الخل فقط، تقريبا 4 كاس، 2 معالق كبار ديال الخل، اعتذر 4 المعالق ديال الخل كنعتذر. 2 معالق كنديروهم في 2 كيلو في عجنه وحده. اللي ضرب المقادير هكا دار بحال العجنه اللي عندي استعمل 4 ديال المعالق، كنعتذر. هنا ضفت شويه ديال النكهه ديال اللوز، وغندير شويه النكهه ديال الماء المزهر كذلك، غير واحد القطرات يعني ما نكتروش بزاف باش ما تجيناش مجهده. وكناخذ هنايا واحد القبصه ديال الخميره ديال العجين، غير قبيصه ما نكتروش بزاف، كيساعد هكا في الشباكيه باش كتنتفخ لينا وكتجي زوينه. وهنا غادي ناخذ داك الماء اللي لتر نقعت فيه الزعفران، وغادي نخويه غادي نخلط به ان شاء الله. وغادي نضيف كذلك كما شفتوا هذا كيطلق لنا اللون مزيان، ما نحتاجوش نهائيا انا نديرو الملون الاصطناعي. كنخلطوا مزيان كلشي، استعملوا شي بلاصه اللي تكون واسعه خاصه بالعجين.
كما شفتوا هي الشباكيه بدا كيبان اللون ديالها. كنخلطوا الكل جيدا. حاولوا انكم ما تكثروش، يعني ديروا نفس المقادير، لانكم ملي مشيتوا كثرتوا اللوز اولا كثرتوا الزنجلان فغتجيكم الشباكيه كتشتت. غادي تشتت لكم بعد ما تقلا وديروها في العسل غادي تفرتت. من الاحسن تستعملوا نفس المقادير باش تجيكم مزيانه. هنا غادي نضيف كذلك الماء باش كيتجمع ليا العجين حتى كنحصل على واحد العجينه اللي هنا رطبه. هنايا تفكرت واحد الاخت اللي كانت شافتني في الفيليلات، يعني ملي كنت كنصايب السانطير فخدمنا بالسانطير جالسين خدمنا يعني معكم. درت فيديو مباشره عندي من البلاصه اللي كنخدم فيها باش لانكم كتطلبوني بزاف انني ندير لكم فيديوهات بحال هكا فدرتهم لكم. لكن واحد الاخت الله يجازيها بخير قالت لكم هاد المغرب هذا ما كيخدموا لا بطابليات لا بتا شي حاجه لا بهادي. فاخواتي اللي مشى عاود دخل الفيديو ديال السانطير، اول حاجه غادي يلقانا لابسين الطابليه ضروري. الطابليه هكا اللي كنلبسوا في الكوزينه ديما حنا عندنا هاد دايرين طابليات يعني هكا قهويين كنلبسوهم باش كنبغيو كنخدموا. ما عرفتش واش بغاتني نلبس ليها نتصنع ليها ولا ما عرفتش، يعني بغاتني الا بغيت نصور خاصني نمشي نقادو ما عرفتش واش نقاد ونلبس مزيان عاد باش نجي نتصور ومن بعد نحيد كل شيء، وفي الواقع غادي نحيد كل شيء وندير اللي بغيت، ولا ما عرفتش شنو بغاتني. فالبنادم اللي كيجيهم نيشان وكيجيهم الصراحه وكيجيهم الاشياء اللي هي طبيعيه باش تشوفوا كل شيء طبيعي كما كنديروا في ديورنا. لانني انا كنخدم خدمه الدار، ما كنخدمش خدمه الزنقه ولا خدمه لي باتيسري اللي غادي نجي نقاد وندير الماكياج ونلبس الطابليه واعره باش غادي نعجن. لا، انا كنخدم خدمه ديال الدار. الطابليه اللي كنخدم بها راه ضروري غتعمر بالطحين. راه هاد الفيديو هذا طابليه لبسناها مصبنا ودوزنا فيها تقريبا هاد الشباكيه كامله ودوزنا فيها السانطير كامل. فالصراحه ما عرفتش علاش كيهضروا، انا غير هضرت باش تسكت لانني انا باينه هذيك ما ساكناش في المغرب. اي وحده كتقول هاد المغاربه راه باينه انها ما ساكناش في المغرب نهائيا. اي وحده كتنقص في المغاربه راه ما ساكناش في المغرب، راه كاينه على برا. لانكم كانت في المغرب ما غاديش تدوي نهائيا. وتحيه ليها لان الصراحه ما طلعت فيا ما هبطت فيا حتى شي حاجه، فقط بغيت نصيفط لها هذا الميساج. والقناه ديالي الا جاتك خايبه ولا شي حاجه فمن الافضل انك تخرجي، ما كاينلاش غادي تكملي فيها وبداي تفرجي ليا في الفيديوهات ديالي، لان هاد الفيديوهات كاين نساء مساكن اللي باغينهم ونساء اللي بغاو يتفرجوا فيهم، فناقص واحد ناقص 100 مشكله. دونك كما شفتوا الاخوات انا بقى فيا الحال لانها قالت في المغرب. واش فهمتوا؟ انا بزاف ديال الانتقادات كاينين ما كنديهاش فيهم، ولكن هذه بالذات لانها قالت هاد المغرب هذا فبقى فيا الحال بزاف. لي كومونتير واقيلا مسحتو. المهم اللي دخل الفيديو ديال السانطير يقلب يقدر يلقاه، وعلى ما اظن مسحتو لان دوك التعاليق نهائيا ما نحتاجش باش نخليها تمايا. هنا كما شفتوا قسمت العجينه ديالي لانها جاتني صعيبه كلها. غندلك واحد شويه غادي نحاول نقدر نحولها للقصريه لان الصراحه البانيو ديال العجين غلبني بزاف، فالقصريه كتكون واقفه كتشد في راسها. غادي نقلب كلشي للقصعه اولا القصريه وغادي نحاول انني ندلك. سمحوا لي الا كثرت عليكم ولكن زعما هذا ميساج كنت بغيت نوصله. هنا غادي ندير القصريه وغادي نحاول انني ندلك فيها هاد الشباكيه اولا نجمعها باش كتعطي واحد اللون واحد، لان ملي كنخلطوا الشباكيه كيبقى اللوز في جهه وتيبقى الزنجلان في جهه. فمن الاحسن حنا كنضيفوا في الماء وتندلكوا حتى كتعطينا واحد العجين اللي كتكون ما مرخياش بزاف باش ما تعذبكمش في الدليك، وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه بزاف. المهم تكون شاده في راسها. غادي نكمل هكا نجمع هاد العجينه هادي ومن بعد كذلك غادي نعاود ندلك العجينه الاخرى. هنا اخواتي من بعد ما كتحضروا الشباكيه
كما قلت لكم. الاسرار ديال النجاح ديال الشباكيه، اول حاجه ما تكثروش نهائيا القوام فيها، لانكم الا كثرتوا فيها القوام راه غتجيكم كتفرتت. القوام اشنا هو اللوز او الزنجلان او درتوها بالكاوكاو او درتوها باي حاجه، الا قويتوا فيها داك القوام على الفرص راه كتفرتت، راه ما غاديش تجيكم مزيانه نهائيا ملي غادي طيب. ثاني شيء، الحاجه اللي كتخلي الشباكيه كتفرتت من بعد ما كطيب يعني كتشتت ليكم هو الخل. يعني الخل الا كثرتوا فيها الخل بزاف اكيد ما غاديش تجيكم الشباكيه مزيانه. وكاين بزاف الحوايج كذلك. هنا كما شفتوا من بعد ما دلكت العجين ديالي بالكامل غادي نخليه ان شاء الله كيرتاح باش غادي نوجد به كويرات بهذا الشكل هذا. انا الكويرات ديالي غادي نعبرهم، نتوما ديروا عينكم ميزانكم ماشي مشكل. غادي ان شاء الله نخليها كترتاح، من بعد غادي نديرهم كويرات بهذا الشكل هذا اللي يكونوا متساويين باش ان شاء الله غادي نكملوا التتمه ديال العجين، لان العجين كنورقوا غادي نورقوا ان شاء الله عاد باش غنخدم به. كما شفتوا هنا غادي ناخذ شويه ديال الطحين نديرو في البلاصه اللي غنستف فيها هاد الكويرات، وغنبدا نصاوب في الكويرات ديالي ونبدا نحط. اهم شيء كما قلت لكم انه بيكونوا متساويين باش يجيوكم ساهلين. حاجه وحده كذلك اخرى اللي كتخسر لكم الشباكيه، كتخسرها في التوراق. يعني ملي كتجيو تبغيو تدلكوها باش تقادوا الشكل ديالكم كتبدا تقطع لكم، فكيكون اللوز ما مطحونش او الزنجلان ما مطحونش مزيان او حبه حلاوه والنافع ما مطحونينش كيبقاو هكاك محجرين، فهما كيقطعوا لكم العجينه الا دوزتوها في الماكينه او دلكتوها كتقطع لكم، او بغيتو دوزو على الجراره كتبدا تقطع لكم. دونك هذاك هو السبب علاش كتقطع. نحاولوا دائما نغربلوا الزنجلان نغربلوا اللوز ونغربلوا حبه حلاوه والنافع القرفه الفورس اي حاجه نغربلوها باش هكا كنخليو العجينه ديالنا تكون ما فيها حتى شي حاجه اللي غتعرقل لينا عمليه الدلك. كنستمر هنا من بعد غادي نغطيها عاود بالميكا ونخليها كترتاح واحد شويه ان شاء الله باش غادي نبدا عمليه التوراق. كما شفتوا بالنسبه للتوراق هنايا كنستخدم النشا، كنورق بهذا الشكل ومن بعد كندير ليها النشا في الوسط وكنجمع بهذه الطريقه هذه. كنعاود كما شفتوا كتجي بهذا الشكل كنعاود ندلكها وكنعاود نطويها عاود ندير لها شويه نشا اولا نخليها هكا كتكون عامره ديجا بنشا ونطويها. هاد التوراق هذا زوين بزاف كيعطيكم واحد النتيجه هائله للشباكيه. اول شيء كتجي الشباكيه في هاد التوراق الدور ديالو ان الشباكيه ملي كطيب كتجيكم شاربه العسل، كتجيكم يعني مورقه. ملي كتهرسوها بهذا الشكل كتلقاو فيها واحد الفقاعات لداخل ديال العسل كتجي شاربه العسل ومورقه. هذا هو الدور ديال الدلك. ماشي ضروري ديروا النشا، انا لانني متوفر عندي النشا درتو. اللي ما متوفرش عندها النشا تقدر تستعمل الطحين ودلك هكا. فالصراحه هاد الطريقه كتعطي نتيجه رائعه. هاد الطريقه هي اللي كنستعملوا. اللي شافت الفيديو ديال الشباكيه اللي كنت وضعت شي عام هذا ولا عامين فراه غادي تلقى نفس الطريقه دايرها فيها ديال هاد الطريقه ديال التوراق زوينه بزاف كتعجبني. كنستعملها في اي نوع ديال المعسلات لانها كتخلي الحاجه تشرب العسل مزيان وكتجي مورقه من الداخل. غادي نستمر دائما حتى كنكمل هاد الكويرات ديالي بالكامل كنورقهم تندير ليهم النشا وكنخليهم ان شاء الله باش غادي نرجعوا نخدموا الشباكيه ديالنا.
هنا من بعد ما ورقت كل شيء كناخذ العجينه ديالي وكنورقها شويه هكا وتنقطعها على 3 على حسب الماكينه باش تدوز ليا فيها. الماكينه هنايا بالنسبه للاخوات كانوا سولوني على الماركه اللي عندي في الماكينه واللي زوينه الصراحه. عندي تقريبا هذه عامين و3 سنين وزوينه بزاف. هنا كما شفتوا كنقسموا العجينه على 4 باش كتجيني سهله في التوراق. الاسم ديال الماكينه دابا نوريه لكم، يعني غنوريكم لومبالاج ديالها. عندي شي 3 سنين دابا صراحه مزيانه بزاف. كانت عندي وحده ديجا ولكن خسرات. اشنو السبب حتى كتخسر الماكينه اولا الدلاكه؟ هو انكم كديروا ليها الماء. فانا في الاول كنت خديتها وكنت كنغسلها بالماء وتصدات ليا بزاف ولكن من بعد فاش خديت هذه صافي ما بقيتش كندير ليها الماء، وليت كنمسحها غير بمنديل هكا اولا بالزيت فقط وكنخليها ما كنستعملش ليها نهائيا الماء. فبقات عندي مزيانه ما خسراتش ما والو. كما قلت لكم دابا راه شحال هذه وهي عندي. الشباكيه كما شفتوا كنقسمها للشرائط، من بعد كندوزوها على حسب النوع اللي عندكم في الماكينه. كل ماكينه والرقم اللي غديروا فيها لانهم تيكونوش بحال. انا هنا عندي استعملت الرقم 3 أو 4 اللي استعملت 3 ولا 4 اللي كنستعمل. كاينه الماكينه اللي كتستعملوا فيها 6. كاينه هذه هي المارك ديال الماكينه اللي عندي كما شفتوا امبيريا على ما اظن سميتها. كدير كل شيء فيها 2 طريوس. كنت خديتها في اسواق السلام فاش كنت خديتها. فهذاك هو لومبالاج ديالها ومحتفظه بها الصراحه باش هكا ديما نستعملها. محتفظه بها في لومبالاج ديالها. كنسالي منها كنمسحها كنجمعها وتندير لها البلاستيكه ونخليها باش تبقى دائما مزيانه. كما شفتوا اللي ما عندهاش راه ضروري غادي تدلك بيديها كما كتلاحظوا عادي. غير تقسمهم شرائط راه كيجيوها ساهلين بلا ما تدلك العجينه كلها. كتجي صعيبه شويه وكتاخذ الجهد. فقسميها غير شرائط غادي تجيك سهله بهذا الشكل هذا. وتنقادوا الشباكيه ديالنا بالجراره نعطيوها القياس اللي بغينا وتنجمعوا داكشي اللي شاط ان شاء الله تقدروا تعملوا به اي حاجه اخرى. غادي تعاودوا به الشباكيه وداكشي اللي شاط اخر غادي تخليوه باش تصاوبوا به اي حاجه مورقه هكا كتجي. يعني دوك البقايا ان شاء الله ندير لكم شي فيديو نوريكم البقايا ديال الشباكيه شنو كندير بهم. وكنقسم كندير 4 ديال الضربات 2 3 4 وكنقسم الشباكيه 4 ديال الضربات باش كنخدم انا دائما وغالبا هي باش كيخدموا الناس كاملين. كناخذ الشرطه الاولى ونطويها على الثانيه. غادي نوريكم بشكل مقرب باش غادي تفهموا اكثر. فهنايا بعيد شويه ما غاديش تعرفوا ولكن غنقرب لكم باش تعرفوا الطريقه ديال التحضير ديال الشباكيه اكثر وباش تعطيوها واحد الحجم اللي هو واحد وتعطيوها كذلك الشكل واحد. هنايا في الجميع راه ضروري كتبقى كتنسى عليكم الشباكيه كتنسى تقريبا راه كيكون عام اللي داز كيتنسى لكم هكا الشغل ديالكم. فعادي جدا تضاربوا معها حتى تعرفوها. حتى شي حاجه ولا حتى حد ما تزاد معلم تضاربوا مع الشباكيه ديالكم. ضروري كتطلع وحده مزيانه ضروري كتطلع وحده خايبه. مازال غنوريكم ان شاء الله عن قرب باش تشوفوا. كنعطيوها شكل واحد كما شفتوا باش كتجينا زوينه وجميله. والتقطيع نحاولوا ان نقطعوا. كاينين دابا مراشم كيقطعوا بهم ولكن عندي ديال البلاستيك عندي ديال الحديد ولكن ما كنقتنعش بهم نهائيا. ماشي فعالين بزاف. كنفضل انني نستعمل الجراره على انني نستعملهم. هذه هي طريقتي في التشباك. كتجي الشباكيه مقاده وجميله وكنجمع البقايا. هنا غنوريكم عن قرب كما شفتوا. غادي نوريكم وحده هكا مسرعه وغادي نوريكم وحده بطيئه جدا باش تشوفوا مزيان. هذه البنت اللي معايا هي اللي كتشبك دابا وانا كنصور كما شفتوا. هذه الاولى وغادي نوريكم بشكل بطيء كذلك باش تعرفوا اكثر. طريقه سهله كتهزوا هكا سهله يعني ما صعيباش. نديروا واحد فوق واحد بهذا الشكل هذا. تنجمعوا دوك الجوج كنقادوهم وتنخرجوا يعني داك الجناب ديال العجينه اللي كنا جمعنا.
وتنجمعوا الشباكيه. علاش كنجمعوا الشباكيه هكا؟ باش ملي كنحطوها ملي كنبغيو نهزوها نقليوها كتحل. اما الا خليناها محلوله وبغينا نهزو نقليوها تقدر تعاود تحل لينا اكثر، فهكا حسن. هنا بشكل بطيء باش كتشوفوا كنهزوا الاولى ونهزوا الثانيه، نهزوا وحده ونخليو وحده، نهزوا وحده ونخليو وحده، ها هما ثلاثه. كنلاقيو دوك الجنيبات هكا كنمركوا عليهم مزيان، كناخذوا طرف كما شفتوا كنديروا فوق منه الاخر هذا الشكل، كناخذوا القنتاني كذلك وكنحطوا عليهم هكا بالمقلوب كما تلاحظوا. كيبقاو لينا جوج، كنحاولوا هذوك الجوج نديروا واحد فوق واحد بهذا الشكل هذا. ها هما كنجبدوا شويه بيدينا كنحطوا وتتجينا الشباكيه بهذا الشكل. سهله جدا الشباكيه. من بعد ما كملناها في هذا في التوراق وفي عمليه ديال الشكل، هنا غادي ان شاء الله ندوز باش غادي نقليها ونعسلها ان شاء الله ونشوفوها كيفاش جات في الاخير. هنا راه باقيين خدامين، تقريبا خرجت لينا شي 5 ولا 6 طاوات هكا كبار ديال الفران، وباقي مازال كتخرج كميه كثيره. هاد المقادير تقريبا كتخرج لكم حتى 11 كيلو ديال الشباكيه، وكتزيدوا عليها عود العسل، ويعني كتجي مزيانه. هنايا غادي ندير الزيت ديالي كتسخن. درت جوج لانني ديك كنت كنطيب في السنطير وكنطيب في الشباكيه فيهم بجوج. كما كتلاحظوا انا جلست الارض لان الصراحه عييت بالوقوف، فريحت الارض وهبطت الفرن الارض ودرت البريمه ديالي درت فيها الزيت لان ما عنديش كاميله كبيره، عندي غير برمه. فدرت فيها الزيت كتسخن وكنحط فيها الشباكيه. شوفوا الشباكيه اون فوا تنحطها كتطلع الفوق. العافيه ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه بزاف، تكون متوسطه ملي كتسخن الزيت. وشوفوا الشباكيه ديالي كتطلع، هذه من العلامه ديال النجاح ديالها ومن العلامه انها غتجي واعره وجميله ان شاء الله. كنحاول نحط تقريبا كنحط في كل حطه شي 20 ولا 30 قطعه على حسب، يعني كل حطه وشنو كنحط على حسب الحجم ديال الكميله اللي عندكم او الطنجره. من بعد هنا كما كتشوفوا هي كتبدا طيب، كنتسناوها ان شاء الله كتحمر. هادو هو السنطير اللي كنت وريتكم. وسمحوا لي بزاف لان كنت بوحدي كنطيب بوحدي، لان خدموا معايا البنات ومشاو لان الليل، وبركت بالليل انا كنطيب بوحدي وشاده التليفون في ايد وكنوريكم في ايد. فسمحوا لي بزاف هذا الاخر هذا الا تزعزعت شويه الصوره. الشباكيه من بعد ما حيدتها كنديرها في العسل، كتشرب شويه ديال العسل. ملي كتقرب الثانيه طيب عاد باش كنحيد هذه كما شفتوا كنديروها في الكسكاس وكندير الثانيه في العسل باش كطيب. هذه هي الشباكيه كما كتلاحظوا طريقتي في التحضير ديالها. كتجي بهذا الشكل. من بعد استفسا في التفصيل، هذا هو التفصيل اللي غنمشي ان شاء الله نحطه في المحل. درت ليها شويه ديال رقائق اللوز من الفوق اللي داقها كتعجبو، كتجي جات صراحه جات بنينه. انا ما عنديش مع الشباكيه وكليتها. كنتمنى اخواتي انني ما نكونش ثقلت عليكم، حاولت ان نقصر الفيديو ولكن بغيت جميع المعلومات انها توصلكم. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم، دمتم في رعايه الله، تهلاو في ريوسكم، وان شاء الله تسناوني فيديوهات جديده ورائعه خاصه بشهر رمضان الفضيل ان شاء الله. بسلام عليكم.